لمحات من كيميت مع إسلام مكرم. لقد أثار حبيبي قلبي بصوته، وتركني فريسة لقلقي وتلهفي. إنه يسكن قريبا من بيت والدتي، ومع ذلك فلا أعرف كيف أذهب نحوه. ربما تستطيع أمي أن تتصرف حيال ذلك، ويجب أن أتحدث معها وأبوح لها. إنه لا يعلم برغبتي في أن آخذه بين أحضاني، ولا يعرف بما دفعني للإفصاح بسري لأمي. إن قلبي يسرع في دقاتها عندما أفكر في حبي، يكاد أن ينتفض من مكانه. لقد أصبحت لا أعرف كيف أرتدي ملابسي، ولا أضع المساحيق، ولا أتعطر أبدا بالروائح الذكية. لقد أصبحت تائهة في حبي. كانت هذه الخاطرة لفتاة عاشقة تملك الحب منها وسيطر على وجدانها، ولم تخفي سرها عن أمها، بل قررت أن تلجأ إليها وتطلب مساعدتها. أسرتني وقبضت على موجتي بين يديك. كيف الخلاص منك؟ لقد وهنت أمام شفتيك. حبيبي، أنا لك يا موجة روحي، أنا ملك لك. وهكذا وعدت العاشقة حبيبها أن تكون له وحده زوجة محبة ووفية. في عهد الأسرة 19 كتبت تلك القصيدة الغزلية، وقد دونتها بردية شستر بيتي، كما أنها أظهرت مدى الحرية التي تمتعت بها المرأة المصرية في التعبير عن مشاعرها الحميمة تجاه حبيبها. اضغط متابعة للصفحة ولايك وشير. كيميت، أصل كل شيء.